دين على الأعياد كل سنة وأنتم طيبين بقى وشم النسيم. عملت الفسيخ ودخلته الفرن أسويه. معقول يا سوبر ماما هتسوي لنا الفسيخ في الفرن؟ إيه ده؟ لا طبعا، ده احنا أحفاد الفراعنة هنعمله كده؟ لا، تعالوا وأنا أقول لكم هتعملوه بطريقة حلوة قوي ومميزة. أول طريقة عملتها في حياتي، بصوا حبايب قلبي، مش بس كده، كمان هنضفه وهطلع الأحشاء بتاعته والمصارين وهشيل القشر كمان بتاعه من بره، يعني على الأكل على طول هتفتحيه وتاكليه يا ست الكل. وعايزة أقولك الطريقة بتاعته حلوة قوي وهخليكي شاطرة فيه جدا، وهتبهري كل اللي هياكلوا معاكي ويقولك تسلم ايديكي ومش هتقرفي منه ابدا. اهم حاجه معاكم سوبر ماما، شجعوني باشتراك ولايك وشير عشان كله يستفاد وانا افرح بيكم قوي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص بقى، الاعياد قربت، يلا بقى فرحوني باللايك. البوري بتاعي نضفته كويس وسبته بقى يتصفى، كنت حطيته في ميه وخل وليمون، نقعته شويه بتاع ربع ساعه كده، وبعد كده حطيه في الصفايه تصفيه وتقلبيه وشه لتحت وراسه لفوق. بس الاول هتشيلي الاحشاء بتاعته، وكمان هتشيلي القشر بتاعه من بره، وتشيلي مصارينه، وتشيلي اللي بيبقى في الراس زي ما انتوا شايفين. بصوا مفيش دم تماما، ازاي انا خدته صفيته زي ما قلت لكم مفيش دم. هتحطي بصبعك كده في البطن من فوق وتفتحيها كده وتحاولي تطلعي وتسيبي السمكه زي ما هي، ما تفتحيهاش، علشان الاكل بتاع السمك والمصارين بتاعته ده بتطلع ريحه وحشه جدا. هتقولي لي ما هي السمك الفسيخ بيبقى لازم تبقى ريحته وحش، طب ليه احنا ناكل حاجه معفنه قوي للدرجه؟ يعني ناكل حاجه بمزاج يعني كده، عشان لما نيجي نفتح الفسيخيه مش ما نحتاجش ان احنا ننضفها. زي ما انتوا شايفين انا بوريكي، بتحطي صبعك كده وتشيل، يبقى في شوكه كده في النص بتكسريها وتدخلي صبعك وتطلعي بالراحه من غير ما تخلي السمكه تبوظ معاكي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بصوا ما خليتش فيها حاجه، طلعت الدم كله وشلت بقى اللي في الراس، ويعني نضفتها تماما زي ما انتوا شايفين. بصوا حبايب قلبي، طلعته تماما وحاولت بصبعي كده انضف اللي هي بتبقى في حاجات سودة كده بتبقى لازقه في السمكه من جوه. وهتصفيه بقى لمده ساعتين 3 لحد ما ميته تنزل تمام تمام تمام. هنجيبه وهنحطه هنا معانا في الصينيه، وهنرش عليه حبه، يعني دوبك كده اكنك بترشرشي عليه بس تملحيه حاجه بس. طبعا هو كده ما فيهوش ميه، ونزل كل الميه بتاعته والدم زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. حطيت فيه المنديل طالع ما شاء الله نضيف تمام. هتولعي الفرن وتدخليه. قبل بقى ما تحطي السمك بتاعك ده هتكوني مدفيه الفرن وتقومي حاطاه. الفرن تبقى دافيه مش سخنه مولعه، لا دافيه بس حرارتها كويسه تقدري انتي كبني ادمه تستحمليه بس. وهتقفلي عليها وتسيبيها بقى مده ساعتين 3 لحد بص حبايب قلبي هتدفوا الفرن قبل ما تحطوا السمك هنا. بس انا ولعت الفرن عشان بوريكم وطفيت على طول. هتسيبوا السمك في الفرن ساعتين 3 لحد ما تحسوا ان السمكيه كده اتغلفت والقشر بتاعها زي ما انتوا شايفين. بصوا عامل ازاي، تحس ان القشره جفت كده والسمكيه بقت ناشفه معاكي. ناشفه يعني مش ناشفه، لا زي ما انتوا شايفين لونها بيبتدي يغير معانا كده، ده كده يبقى تمام. بصوا من ناحيه نزلت ميتها لتحت اللي هي دي، ومن الناحيه اللي فوق جفت. انا المفروض كنت اقلبها بس ما قلبتهاش بقى، كنت عايزه اخلص لان كان عندي حاجات. تقدري تعمليها على الناحيتين وتقدري تستغني عن طريقه الفرن دي تماما، تسيبيها بره في الهواء او تحطيها في التلاجة لتاني يوم هتجف كده. انت في الشتاء كده زي تقدري تحطيها في الفرن عشان الفرن كده هتسرع معاكي الطهي. زي ما انتوا شايفين هنجيب كميه الملح بتاعتنا على قد الثلاث سمكات، ويفضل السمك بتاعك يبقى كبير ما يبقاش صغير عشان يبقى كله لحم معاكي. وهنحط معلقه كركم، ما تخافيش الفسيخ مش هيطلع معاكي ناشف، حطي ملح في قعر الكيس. نحط بقى السمكه ونرش عليها من فوق، وندخل كمان في الراس بتاعتها ملح. بس هنا انا مش جايه معايا، انا عملتهم في الاول. هترشي بقى من فوق ومن تحت، وتقدري تستغني عن معلقه الكركم دي، بس الكركم بيودي السمكه بيخلي اللون بتاعها حلو قوي. اسكت، لا ما انا سوبر ماما بقى. هجيب الشطه الحمراء الهريسه، اوعي تحطي شطه الناشفه ما بتبقاش نضيفه يا حبايب قلبي. احسن حاجه قرنين فلفل وتضربيهم في الخلاط بمعلقه ملح وحبه خل صغننين كده وتضربيهم ونقطه ميه، هتعمل معاكي احلى شطه هريسه. زي ما انتوا شايفين هتتبلوا الملح قد ايه يا سوبر ماما؟ انت جايبه كميه قد ايه؟ دول 3 سمكات زي ما انتوا شايفين كده، تقريبا 4 معالق او 5 معالق ملح. وانا عملتها بالملح العادي عشان حبيت اوريكم ان ينفع بالملح العادي وكمان بالملح الخشن. هياخد معاكم من 21 يوم وانتي طالعه، على حسب جو بقى دافي عندك ولا لا. ولو في الصيف ما بياخدش وقت زي الشتاء. الفسيخ بتاعي ملح مني يا سوبر ماما، تقدري تطلعيه بقى وتنضفيه وتحطيه في زيت كتير، او تنقعيه في حبه ميه قبل ما تحطيه في الزيت علشان يحاول يمتص الملح بتاعك. وانتي بتعملي الفسيخ اعمليه على حسب مزاجك، كل واحد ومزاجه. احنا بنحب الفسيخ ما بيبقاش مالح مظبوط، علشان كده انا ايدي بقت وعينيا ميزان. وتقدري تفتحي عليه بعد اسبوع تشوفي
الملح بتاعه لو حسيتي ان هو قليل تزود، ودايما تظبطي الملح بتاعك زي ما انتوا شايفين. هحطه بقى في كذا كيس، ورشيت الشطه بتاعتي على كل السمك اللي انا عاملاه، ويفضل زي ما قلت لكم السمكه تبقى كبيره ما تبقاش صغير. حطيته في كذا كيس وجبت علبه وحطيته فيه، وممكن تحطيه في الفرن، بس انا عشان بستخدم الفرن بتاعتي دايما ما اقدرش احطه في الفرن لان كل شويه هطلعه. حطيه في علبه ولفيه في اكياس كتيره علشان ما يخشلهوش هوا والبكتيريا بتاعته تتفاعل. لا كده هيطلع منك حلوه قوي وطعمه زي العسل وملحه مظبوط. اوعي تحطي كمان زيت، هو لوحده بيبقى فيه زيوت حاجه تظبطي الملح بتاعه على حسب اللي انت بتحبيه، الحاجه تطلع معاكي مظبوطه عشان ما يشربناش ميه كتير وتبقى الحاجه مالحه هتحطيه في علبته زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنلفه شمال شويه كده النهارده وبكره كده كام يوم لحد ما تحس ان الملح بتاعه داب مع بعضه وكله اتبل واستوى بقى، وتقومي قافله عليه. ياخد معاكي 3 4 ايام تقعدي تغيري فيه كده. لو في اي كومنت او اي تعليق اكتبوا لي، قولوا لي بتتابعوني منين وانا هرد عليكم. انزل لكم كل طريقه الفسيخ اللي عملتها قبل كده والسردين والتونه كمان على سوبر ماما من اسكندريه، هتوفري وتدبري. اتمنى تفرحوني بالمتابعه على الفيسبوك واليوتيوب وتعملوا شير عشان كله يستفاد. طريقه حلوه ونظيفه وجميله جدا.